السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح يا جماعة انا قاعد بالليل بتفرج على قناة الزمالك، لقيت الكابتن خالد الغندور جاب الضيوف اللي معاه وبيتكلموا على النادي الاهلي وبيتكلموا على عبارة بحلم بيك انا بحلم بيك وفي السوبر مستنيك، سايبين كوارث نادي الزمالك وفرحانين بيقولوا لك اللي جمهور الزمالك هو اللي مؤسس العبارة دي مش جمهور الاهلي، وبيحملوا هزيمة بيراميدز لاحمد الشناوي وكلام غريب هتسمعه. هوريك دلوقتي الفيديو، ادخل شوف. عاوز ارد بس على حكايه انا بحلم بيك انا في السوبر مستنيك. اولا ده الجمهور الزمالك زي ما قال عمرو هو اللي قالها لاسباب كتيره، وافسرها لك ازاي. لان بطل الدوري السنه اللي فاتت هو الزمالك، فبطل الدوري مستني الطرف الاخر. يعني الزمالك كان مستني يا اما بيراميدز يا اما النادي الاهلي. فهو المستني انا مستنيك في انا كده انا قاعد بطل، انا قاعد بطل ومستني اللي يبقى وخد بالك وحط رجله مستني اللي يجي لي. السوبر بين مين ومين؟ بين الزمالك والاهلي. بطل ايه وبطل ايه؟ بطل الدوري وبطل الكاس. البطوله الاقوى اني الدوري طبعا هي يعني انا بلاعب الكاس كده، كتر خيري كتر خيري ان انا العب مع بطل الكاس. خلينا نكمل يا خالد. اتفضل. فانت كبطل دوري حامل اللقب سنتين، انت مستني مين البطل هيجي يلعبك. مين اللي هياخد كاس مصر عشان يجي يلعبك. صحيح. فانا لازم اقول مستنيك هو اللي بحلم بيك في السوبر مين السبب ماشي فوز الاهلي على بيراميدز؟ والله عاوز اقول التحكيم ما كانش وحش. لا مين السبب؟ اديك امثله، اديك اختيارات. قول اختيارات. اقول لك بس انا ما كملتش كلامي يا خالد. طب اديك اختيارات، 3 اختيارات. حسين الشحات، حمدي فتحي، احمد الشناوي. حمدي فتحي. حمدي فتحي؟ طبعا هو السبب. استاذ عمرو، حسين الشحات حسين الشحات طبعا، ولا احمد الشناوي؟ لا حسين الشحات. لا بص على الكره اللي عملها حمدي فتحي. لا تمام. حسين الشحات لانه لعب دور حارس مرمى بدل الشناوي. طبيعي يبقى حسين الشحات. طيب مين السبب في فوز الاهلي؟ احمد الشناوي حارس بيراميدز ولا احمد الشناوي حارس بيراميدز؟ انا احمد الشناوي هو السبب في فوز الاهلي. ما اديتنيش الخيار ده على فكره انت. لا انا قلت لك احمد الشناوي. لا قلت شحاته وحمدي فتحي. لا قلت لك الشناوي. لا الشناوي شريك طبعا. بس خلينا نكمل يا خالد. اتفضل. فمباراه السوبر بالنسبه للفريق الزمالك يوم 5/5 يعني قربت على فكره، مش بعيده قوي. بالظبط، فاضل حاجه و20 يوم. يعني انت هتلعب 3 ماتشات وتدخل على السوبر في مدينه ابو ظبي، مش على ملعب العين. ملعب العين كان ملعب صغير يا دوب اتمرر الكوره. على فكره دي معلومه كان بناء على طلب مجلس اداره الاهلي، لانه المرتين اللي اتلعب فيهم على ملعب ابو ظبي الزمالك كسب، فقال لك انا عايز العب في العين بقى. اول بطوله مش وحش عليا ابو ظبي 2015 الزمالك خد البطوله. ففي حاجات كتيره تدعو للتفاؤل. واحد، الزمالك بدأ رحلة الاستقرار والإصلاح مع لجنة فنية، مع جهاز فني كبير، مع لعيبة بدأت تسترد ثقتها. 2، انك انت المباراة هتقام في ابو ظبي على الملعب الكبير. صحيح. ملعب كبير، ملعب شرعي وقانوني. وانا بدعو بقى جمهور الزمالك دلوقتي يملى المدرجات. ولاعيبه الزمالك ما بيبدعوش غير في الملاعب الشرعيه والملاعب الكبير. صحيح. طيب الزمالك يقدر يقدر. عاوز اقول لك حاجه، فريق الزمالك عنده مواهب وعنده امكانيات اعلى من الامكانيات الموجوده في النادي الاهلي. ثقه والنفسيات تستقر. بس هي الثقه، والثقه عادت من فوز المباراه الاخيره، وان شاء الله والثقه عادت هتعود من بكره، والثقه عادت هتعود لان كارلوس هيستلم المهم تعامله مع الفريق يوم الجمعه. هيبتدي بقى شده جديده وفكر عندنا يوم جديد. الاثنين ماتش مقاولين وماتش صعب جدا برضه. محتاج تفوز اول ماتش هذه المباراه. كارلوس يعني. طبعا. فانت تقدر تفوز بالسوبر زي ما هم خدوا منك السوبر في ظروف غير عاديه. اعاد النادي الاهلي للحياه واعاد المدرب للحياه. كان على فكره كان مدرب النادي الاهلي على كف عفريت. صحيح. كان ممكن لو خسر هذه المباراه يرحل فورا. فانا اقول لك الزمالك يقدر، عنده امكانيات كبيره، يتم توظيف اللعيبه بشكل صح. واعتقد اخوان كارلوس ما حدش هيقدر يعدل عليه، وان شاء الله ينجح وياخد، واول بطوله ليه تبقى مع الزمالك.